هل كل الناس اللي بتدرس في روسيا فشلة؟ وهل كل الناس اللي بتروح روسيا بتروح عشان تشتري شهادة تعلقها على الحيطة ولكن ما بيشتغلوش بيها في النهاية؟ الإجابة معظمهم. ولكن الموضوع مش بالبساطة دي، الموضوع معقد شوية. النهاردة هحاول أشرح لك إيه هي الأسباب اللي بتؤدي لأن الناس بتفكر بالطريقة دي، وهقول لك برضو الناس اللي نجحت في روسيا عملت إيه عشان ما ينتهيش بيهم الحال إنهم ياخدوا الشهادة ويعلقوها على الحيطة. يلا بينا. في الأول عاوز أقولك عن مغالطة جسم السباح. مغالطة جسم السباح دي فيها الإنسان بيفتكر إنه جسمه بيكون حلو عشان بيلعب سباحة، ولكن العكس صحيح. هو بيلعب سباحة عشان جسمه حلو. تعال أشرحها لك في مثال تاني. ليه جامعة هارفارد كل اللي بيتخرجوا منها أو كل اللي بيدرسوا فيها إحنا بنفتكرهم أذكى من غيرهم؟ هل هم عشان بيدرسوا في جامعة هارفارد؟ لا، داخلين أصلا جامعة هارفارد وهم أذكى من غيرهم. جامعة هارفارد ملهاش أي تأثير عليهم. طيب ازاي؟ بشوية بحث بسيط انت ممكن توصل لكل مناهج في كل الكليات في جامعة هارفارد، من سكاشن، من محاضرات، من كتب، لحتى ايميلات الدكاترة اللي ممكن تراسلهم وتفهم منهم اي حاجة انت مش فاهمها. ولكن ايه اللي بيخلي الناس اللي طالعة من هارفارد بتنجح اكتر من غيرها بكتير؟ الاجابة ان جامعة هارفارد اصلا بتاخد اذكى 3% في العالم عشان يخشوا عندها الجامعة. يعني هارفارد لو قدم عليها 100 واحد بياخدوا منهم افضل 3 منهم. وخد بالك دول مش اي واحد، مش اي 100 واحد عاديين، دول 100 واحد بيحلموا يخشوا جامعة هارفارد، فكانوا مجهزين نفسهم اصلا من قبل كده ان هم يخشوا جامعة هارفارد عن طريق ان هم بيجيبوا اعلى درجات في امتحان الاس اي تي اللي هو معادل للثانويه العامه عندنا، شطار في الرياضه، شطار في الاكسترا كريكولار اكتيفيتي، الحاجات اللي بره الدراسه، زي مثلا التطوع، زي مثلا ان هم يشتركوا في بحث علمي من وهم في ثانويه عامه. الناس دي هم اصلا مجهزين للنجاح. هارفارد ما بتعمل لهمش حاجه غير ان هم بتحطهم مع بعض وبتديهم علاقات ان هم يتعرفوا على بعض. فتخيل اذكى 3% في العالم بيتعرفوا على بعض وبيبنوا افكارهم على بعض، فبالتالي هم معرضين اكتر للنجاح. كمان سبب تاني وهم رايحين يقدموا على شغل، لما يبقى مكتوب في السي في بتاعهم هارفارد وانت السي في بتاعك مكتوب فيها جامعة بنها، فاكيد هياخدوا اللي جاي من جامعة هارفارد حتى لو في تساوي في الامكانيات. جامعة هارفارد بتديه السمعة وبتديه الفرص وبتديه التواصل مع الناس الأذكياء اللي عندهم فرص أكبر للنجاح. ودليل على كده هو مارك زوكربيرج. مارك زوكربيرج ساب هارفارد وراح أسس فيسبوك من هو في سنة أولى. هل هو في السنة دي خد خلاصة علم هارفارد من الكمبيوتر ساينس ومن السيكولوجي ومن الماركتينج؟ لا، هو أصلا كان شاب ذكي عشان كده اتقبل في هارفارد، وهو مؤهل للنجاح أو عنده فرص للنجاح أكتر من غيره لأن ربنا خلقه أذكى من غيره. مين بيروح روسيا؟ اللي بيروح روسيا هو اللي معرفش يجيب مجموع في ثانوية عامة، عارف الظروف وعارف النظام التعليمي المصري نظام ظالم ومش ده أصلا اللي يقيس بيه، وإزاي يعني أعرف طه حسين بيحب البليلة ولا ما بيحبهاش وأخته عملت له إيه، ده اللي هيأثر في مستقبلي. فاهم كل ده، ولكن بطريقة منطقية وبطريقة فيها تجرد شوية. لو أنت قعدت كده وقلت أعلى 3-4% اللي هم بيخشوا كلية طب، والباقي ده كله لو خدت افريج معدل، مش واحد قصاد واحد، افريج الناس اللي هم اعلى 3% هيكون اعلى في الذكاء، اعلى في الديسيبلين او ان هم بيراقبوا نفسهم وبيجتهدوا، وكمان قابلية للنجاح اعلى من افريج الناس اللي ما جابتش الدرجة دي في الثانوية العامة. لان الثانوية العامة دي مش كلها بايظة، مش كلها ملهاش لازمة. زي ما قلت لك من شوية، الناس بتوع هارفارد لازم يجيبوا حرفيا 100% في الاس اي تي، والاس اي تي برضه هو امتحان، نعم بيقيس حاجات مختلفة ولكنه امتحان بتقعد تذاكر له وبتحاول تنجح فيه عشان تبقى احسن من غيرك وبالتالي تتقبل في الجامعة. مش هو العامل الوحيد زي عندنا، ولكن هو عامل مهم وعامل اساسي. فزي ما قلنا، لو حسبت معدل الناس اللي جابوا مجموع كلية الطب وحسبت معدل الناس اللي جابوا اقل من مجموع كلية الطب وبالتالي سافروا روسيا، فهتلاقي ان دول اعلى في الذكاء، وهتلاقي ان دول اعلى في الاجتهاد، وهتلاقي ان دول عندهم فرص اكتر للنجاح. طيب الناس اللي هم معدلهم اقل في الحاجات دي بيسافروا روسيا بعد ما بيكونوا استنفذوا اغلبية الدول التانية. ودي السبب التاني اللي بيخلي الناس في روسيا مش زي الناس اللي في مصر مثلا او في اي دول تانية. ليه؟ لان اغلبية الجامعات في روسيا عايزاك بالباسبور وشهادة الثانوية العامة، ما بيقيسوش أي مهارات عندك، ما بيعرفوش أصلا إذا كنت أنت مؤهل لكلية الطب ولا لأ. في جامعات بيعملوا حاجة اسمها الانترانس اكزام أو الاختبار اللي أنت بتعمله عشان يقبلوك في الجامعة. بيعملوا لك اختبار في كيمياء وفي أحياء، لو نجحت فيهم تبقى مؤهل إنك دخلت كلية الطب.
المهم دول بيدخلوا كلية الطب ودول بيدخلوا كلية الطب، بس دول كان عندهم أساس في كيمياء وفيزياء وأحياء، ودول ما عندهمش أساس في كيمياء وفيزياء وأحياء، أو على الأقل مستواهم أقل شوية. فبيروحوا بياخدوا مثلا في الأورجانيك كيمستري هنا وهنا منهج الكيمياء العضوية بتاع الثانوية العامة كله في سيكشن أو في سيكشنين، فدول هيكونوا أحسن من دول. بعدين انت عندك في سنة تانية البايو كيمستري بتتبني على الأورجانيك كيمستري، فلو انت مش حلو في الأورجانيك كيمستري مش تبقى حلو في البايو كيمستري. وكرة التلج بتبدأ تدور وتكبر، فانت اصلا مش متأسس في الكيمياء العضوية فبتبقاش كويس في البايو اورجانيك كيمستري، ما بتبقاش كويس في البايو كيمستري، وبعد كده ما يبنى على البايو كيمستري. فبالتالي لو خدت برضو معدل الناس المتخرجين من مصر او متخرجين من دول متطلبات الدخول لكلية الطب فيها بتكون اعلى من روسيا، بيكون معدلهم برضو في التحصيل العلمي وفي الذكاء وفرص النجاح اعلى من الناس اللي ما بذلتش مجهود. وهي دي الحياة، بتبذل مجهود وبتجتهد عشان تحصل على نتائج، ولكن لما تحصل على نتائج من غير ما تبذل مجهود وتجتهد ما بتحصلش على نتائج. وتاني هي برضو عملية أرقام، ما تاخدش الموضوع بشكل شخصي. مجموع الناس اللي دخلوا طب في مصر هم أذكى وأكثر اجتهادا من مجموع الناس اللي دخلوا طب في روسيا، دي حقيقة متقدرش ولا أنا ولا أنت ننكرها. طيب الدنيا كده خلاص ضلمت، انا فاشل وغبي وهفضل طول عمري فاشل وغبي؟ لا، انت دلوقتي خدت فرصة تانية في روسيا، ولكن اول حاجة تعرفها انك خدت فرصة تانية في روسيا. تاني حاجة تعرفها انك محتاج تتأسس لو انت مش متأسس، وتكون صادق جدا مع نفسك. ممكن تبقى متأسس نص نص، ممكن ما تبقاش متأسس خالص، ممكن تبقى اصلا متأسس وفعلا كل اللي جابك روسيا هو انك اتظلمت بس. ولكن تاني تحاول تبقى صادق وامين مع نفسك، حتى بينك وبين نفسك، مش لازم تعلنها قدام الناس. هتبدأ الجامعة تبدأ تغير من اللي انت كنت بتعمله في ثانوي، لان اللي كنت بتعمله في ثانوي ما اداش لنجاح. فزي ما قال اينشتاين، تكرار الخطوات وانتظار نتائج مختلفة هو الغباء. فانت ما تكررش اللي انت كنت بتعمله في ثانوية عامة في مصر وتنتظر نتيجة مختلفة، فتبدأ تعرف انها فرصة تانية وتتوكل على الله وتجتهد عشان تطلع من معدل مجموع الناس اللي هم أقل اجتهادا وفرصهم أقل في النجاح. فمن أهم الحاجات إنك تعملها هو إنك تدور على جامعة محترمة، جامعة صعبة، مش جامعة بتاخد أي حاجة، جامعة فيها entrance exam، جامعة فيها معروف عنها إنها بتنجح وبتسقط. في جامعات كده في روسيا ولكن قليلين من خلال وجودي هنا يعني. فتحط نفسك في موقف أو في أقرب موقف ممكن يتحط فيه الطالب بتاع مصر أو الطالب بتاع أي دولة تانية. أما أنت لو رحت حطيت نفسك في موقف سهل، أي حد بيروح بينجح وأي حد بيروح بياخد الشهادة، فأنت كده محطتش لنفسك عقبات تتخطاها عشان توصل للنتيجة المأمولة. فتدور على جامعة صعبة، تخش تعدي الانترانس اكزام بإذن الله، بعد كده تذاكر في كل مادة وتجيب في مرة درجة عالية ومرة درجة أقل ومرة تسقط وتعيد وتملحق ومش عارف ايه. كل الحاجات دي هتبني من شخصيتك العلمية وكمان شخصيتك ان انت قابلت صعاب وقدرت تتخطاها. وعلى الناحية التانية بقى تستفيد من مزايا روسيا. روسيا نظامها مفتوح اكتر، يعني انت ممكن في اي وقت تروح تخش اي مستشفى وتراقب اي عملية وتقعد مع دكتور تفضل معاه على طول تشوفه هو بيعالج المرضى. يعتقدش الدنيا بالبساطة دي في مصر. كمان مستشفيات روسيا أحسن، أو تاني معدل مجموع مستشفيات روسيا أحسن من معدل مجموع مستشفيات مصر. هي كلها لعبة أرقام، مش المستشفى دي أحسن من المستشفى دي أو الطالب ده أحسن من الطالب ده، ولكن معدل المجموع كله. كمان أنت في روسيا بتبقى قاعد لوحدك فبتعتمد على نفسك فبتكتسب خبرات شخصية. فحاول تستفيد من الحاجات الزيادة بتاعت روسيا وتقلل من الحاجات القليلة اللي عند روسيا. فأهم حاجة تعملها في الموضوع ده كله هو إنك تتعلم روسي عشان تقدر تخش المستشفيات، عشان تقدر تندمج في المجتمع، عشان تقدر تاخد الفرص اللي موجودة. بس ده كان كل اللي عندي. لو عندك أي أسئلة موجود في الكومنتات. أشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم.